بس السؤال المهم، هل ال AI هيكون بديل للعنصر البشري؟ أو لأ؟ 24 كانت يمكن محور في تحول بالنسبة لي أنا على الأقل في استخدامي لل AI في إدارة المدارس. اشمعنى السنة دي؟ لأن جالي تليفون من أصحاب مدرسة في ميتنج قعدنا مع بعض، وكان الكلام على إن شاء الله يعني أشرف على المدرسة بتاعتهم إداريا وأكاديميا وتعليميا. أخدت منهم بعض البيانات، طبعا كان في بعض الخلل في ميزانية المدرسة، وبالتالي بتسبب خلل في النهاية في صافي الأرباح. طب تعال نشوف فين المشكلة، والمدرسة المفترض العدد فيها كويس والدخل فيها كويس. طب فين المشكلة؟ قلت له ولا أي حاجة، أنا بس عايز شوية بيانات بالظبط كده، زي ما بنروح لدكتور بيقول لي اعمل تحاليل كذا والأشعة، وبعد كده نبدأ نتكلم بقى في العلاج. أخدت منهم البيانات. البيانات عبارة عن عدد الكلاسز، كم تيتشر عندك، كم طالب إلى آخره، مساحة المدرسة. برؤية كده سريعة أنا حسيت إن في زيادة شوية في عدد الاستاف. وده اللي انا قلته في نفس الجلسه، بس انا قلت لهم النتيجه احنا هنقعد كده كمان يومين وهبدا اقول لكم النتيجه النهائيه. في خلال اليومين دول كنت انا بعمل دراستي البشريه العاديه بدماغي اللي انا عارفها وبخبراتي، فاتضح لي ان المدرسه بتعاني من زياده في عدد الموظفين حوالي مثلا 10%. لكن البيانات دي لما بدات استخدمها من خلال الاي اي او الذكاء الاصطناعي، فوجئت بالنتيجة. النتيجة إن في عندي مش أقل من 17% زيادة في عدد العاملين في المدرسة. زائد دي أنا ما كنتش إلى حد ما عارفها قوي، لكن عرفتها من خلال ال AI. زائد إن في بعض الأماكن مش مستغلة، بل بالعكس ده في أماكن كمان بتعاني من العجز. فكان هنا النقطة اللي لازم نشتغل عليها، أو إزاي أسد العجز في المدرسين. ثانيا، ازاي اقدر اقلل من عدد العاملين اللي موجودين في المدرسة من غير ما يبقى فيه اي اضرار. ما في بعض من العدد ده هنستغله، وفي البعض الاخر هو بالفعل زيادة فعلية في المدرسة. عملنا الدراسة والحمد لله بمساهمة وبمساعدة من ال AI، وقدمتها لأصحاب المدرسة، وبالفعل كانت النتيجة مذهلة، إن احنا فوجئنا إن الكلام ده كله واقعي ومنطقي. بس السؤال المهم، هل ال AI هيكون بديل للعنصر البشري؟ أو لأ؟ بمعنى ممكن جدا يكون بديل طول ما انت واقف في مكانك، ما بتحاولش ان انت تطور نفسك، ما بتحاولش ان انت تستغله. ما انت لازم تستغله قبل ما هو اللي يستغلك، لان هو لو استغلك هيلغيك. وبالتالي الحق نفسك، ولازم تتعلم كيفية استخدام الاي اي في إدارة مدرستك، او حتى في إدارة البيزنس، او في إدارة شغلك لو كنت مدرس او موظف او مدير مدرسة او صاحب مدرسة.